قال يا ناس للأسف الشديد التحديات صعبة، والجزائر تتعرض لمؤامرة، صحيح الجزائر تتعرض لتحالف ضدنا حتى في كرة القدم. علينا أن نعترف أن الجزائر ضحية حصار دولي، لأنه رئيس الاتحاد المغربي لقجع قوي. هذا لا يعني أنه رئيس الاتحاد الجزائري فاشل، ما يقدرش وحده. رئيس الاتحاد الجزائري مسكين لقى روحه وحده. في المغرب لقجع مسيطر لأنه إمبراطور حاكم الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي الاتحاد العربي كلش، وفي المغرب ورئيس الاتحاد المغربي الاتحاد الإفريقي ورئيس اتحاد الحكام لجنة الحكام وكل شيء تحت يده مسيطر عليهم. هذا وش معناتها؟ معناتها أن الجزائر تعيش حصار، والحصار الذي تعاني منه الجزائر في المجال الرياضي هو نتيجة الحصار السياسي. لأن الجزائر كي كانت في 2019 أو في 2011 إذا تتذكروا في درمان، السياسة قوية والاتحادية قوية والوزارة قوية والدولة قوية، استطاعت الدولة الجزائرية أن تجند إمكانيات ضخمة من أجل الفوز بالمقابلة في إطار رياضي، لأنه كانت مسيطرة. 2019 بالرغم من، ولكن كانت الدولة حاضرة. نعم 2019 نفس الشيء، كانت الدولة دولة، السياسة الخارجية السفير عبد القادر حجار الله يرحمه، والدولة دولة لأنه عبد القادر حجار وحده دولة، الوزير وزير والسفير سفير والرئيس رئيس والدولة دولة والحكومة حكومة، اضرب طابلة. الآن للأسف الشديد الكل المجمل في حصار، نعاني من حصار سياسي، حصار ثقافي، حصار رياضي، حصار فني. للأسف علينا أن نعترف، لأنه الاعتراف بالحقيقة يولد طاقة الإنتاج، طاقة التحالف، طاقة الاستعداد، طاقة التحدي. أنا كي تجيني وتقول لي أرواح نتعاونوا من أجل بناء دولة جزائرية، رانا متحاصرين، رانا محقورين، الدم يزغد في العروق، والجزائري ينوض باش يدافع على بلاده. ولما تلقى رجال يضربوا على الجزائر توقف بلا دين امك. ونرجعوا ل 1963 لما كانت الدولة دولة والرجال رجال، والرئيس رئيس بن بلة، وزير الدفاع بومدي الله يرحمه. استطاعت الجزائر أن تتصدى للعدوان المغربي ومحاولة احتلال أراضي جزائرية، وناضوا حتى اللي كانوا رافدين السلاح الكلاش ضد بن بلة اللي هو أيت حمد ومن معهم المجاهدين وبورقعة وجماعة والحاج وكذا، ناضوا بالكلاش ووجهوا سلاحهم ضد الجيش المغربي وتحالفوا مع بن بلة وبومدين من أجل الدفاع عن الجزائر. ما هو السر؟ السر أنه بن بلة لم يكابر، ما رجعش روحوا بطل كذا، لا، خرج للشعب قال لهم يا الشعب الجزائري رانا محاصرين حقرونا. كلمة حقرونا الشعب ناضت الناس كل نساء ورجال ناضوا يدافعوا من أجل بلادهم. بس أنا يخرج لي بخنونة الآن 2026 رانا في الخراء، راسنا في الخراء، اقتصادنا موخذ، سياستنا الحصار موخذ، البلوطة موخذين، الثقافة موخذين. يا ربي الكراكوت داوهن المغاربة حقرونا. لماذا؟ لأنه عندنا سياسيين اللي تهضر معاه يقول لك الجزائر عندنا أحسن منظومة وأكبر دولة حنا ربعة. إيه ما راح تقود تعد ربعة؟ روح واجه العدو وحدك، روح أنت وربك، روح حارب. كونوا رجال فحولة واستعرفوا أنكم فشلتوا، وطلبوا مساعدة رجال الدولة. ستجدون رجال الدولة معكم في الصفوف الأولى. كي تكونوا رجال وتستعرفوا وتجيبون رجال الدولة، ما تجيبوناش هذا العققن، هذا العقون تاع بن وذر بودن، وهذا العقون تاع قاضي صوالحو، وهذا العقون تاع بوطبيق، وهذا العقون تاع هذا العققن، هذول اللي جايبينهم منا يضربوا اسم الدولة. هذول لا يمثلون حتى نساهم مش قابلينهم يدي الرب. اسمع لي، هذا الموثق هذا النوتير هذا يسأل سؤال يعني أقل ما يقال عنه أنه السؤال
تافه وحقير. يعني بوطبيق ما تحشمش يا بوطبيق انك تسال سؤال مثل هذا وتقول هل نتصارحوا مع انفسنا قبل 2019 هل كان اقتصاد؟ وواحد ما يخرج يجاوب ويقول حبس نعم كاين اقتصاد. الجزائر في 2019 يعني من 2016 17 18 19 كانت طفره اقتصاديه رهيبه، طفره اقتصاديه رهيبه. الجزائر لو بقيت 10 سنوات من 2017 ل 2027 على ذاك الريتم تصبح اندونيسيا. نعم، هذه الحقيقه اللي لازم يفهمها الشعب. في 2017 نعطيكم مثال واحد فقط. 2017 كان عندنا مصنع كيا للإخوة عرباوي في باتنا، ادوها من عندي. لو قعد مصنع عرباوي باتنا 2027 أقسم بالله الجزائر راهي تصدر سيارات كيا لكل إفريقيا، لأنه العرباوي في باتنا جاب مصنع متكامل باش يصنع السيارة كيا في الجزائر 100% جزائرية، 100% جزائرية. لأنه العرباوي في 2017 كان يصنع تقريبا 50% من سيارة كيا في الجزائر، 50%. نعم، يعني خصته 50% اللي كان قادر في 5 سنوات يطورها، لأنه جاب الآلات وجاب لي روبو وجاب المهندسين الشناوة اللي وعدوه أنهم يكونوا مهندسين جزائريين خلال 5 سنوات. يعني من 2017 لو كان في 2022 مصنع راه تسيره أيادي جزائرية 100%، 2027 سيارة جزائرية يعني كما نقول لك تتوزع على كل إفريقيا نوزعوا لها كيا.